انا هقلل بطولة في مصر، وانا مش عارف هل ده الموضوع ده هيتحقق ولا لا، بس انا هعملها. Okay, and I'm right back. ASAP, right up on my gut, and that's a light tap. Walk inside the booth, I just talk, I don't write raps. Walk into the store, bought the flow, cause I'm like that. Tell her, give me that, give me those, fuck a price tag. Yeah, I hung around way uptown where it ain't nice at. Catch me on the block, not the web, this ain't Minecraft. Before we drop peso on you niggas, you ain't like rap. Niggas want a feature from me, this ain't a life rap. اوكي، اهلا بكم في فلوج جديد في يوم في حياه رائد اعمال عنده 20 سنه بيحاول ان هو يقلل البطاله في مصر. اوكي، طبعا انا عارف ان في ناس كتير عامه مستغربه ان انا بقالي كتير جدا ما نزلتش، وده بيرجع ان انا في الفتره اللي فاتت كنت ببني حاجه كبيره جدا جدا. ودي حاجه ليا، للشركه عندي، فبالتالي عامه مفيش حد يعرف عنها حاجه، وده اللي كان مخليني انا مركز جدا جدا. ولكن دلوقتي انا مسافر، انا حاليا في اسكندريه مره واحده كده. انا اصلا في فندق، اصلا شايفين انا اصلا هنا في فندق اصلا دلوقتي. ف استنى بس اوريكم الفيو الاول، اوريكم اسكندريه عامه عامله ازاي في الوقت الحالي. صباح الخير. ده الفيو بتاعك. دي احسن حاجه في اسكندريه، لان انت كل التاكسيات عامه لون واحد، تعرف انت دخلت في اسكندريه. اوكي، طبعا دلوقتي اول حاجه هنعملها ان احنا نشرب ميه الاول، ولازم نعرض نفسنا عامه لضوء الشمس، علشان او اي اضواء بشكل عام، مش شرط ضوء الشمس بس، طبعا ضوء الشمس هيبقى افضل بكتير، لان انا طبعا نمت 3 ساعات، فطبعا ال3 ساعات دول مؤثرين عليا شويه، انا حاسس ان انا تعبان شويه، بس ده بسبب ان انا طبعا نايم 3 ساعات بس يعني. فانا محتاج طبعا ان انا اعرض يعتبر عقلي عامه او عيني بالذات حاجه اسمها السيركيديان ريزم، دي اللي بتظبط نومك اصلا بشكل عام، دي اللي بتقول عامه عقلك النهارده الصبح وده بالليل، فعشان تفرز هرمون اسمه الميلاتونين. تمام، الهرمون ده هو اللي اصلا بيساعدك في النوم. تمام. فانا ده اللي انا بعمله حاليا عامه. مهم جدا ان انت تعملها اول ما تصحى عامه، ان انت تفتح كل الاضاءه، لان اصلا لما انت بتبقى عايز تقوم، او الناس عامه اللي بتبقى بتحاول ان هي مثلا عايزه انها تصحى دايما بدري ومش بتعرف تصحى بدري، ده بسبب بسيط جدا ان هم لما بيجوا مثلا يحاولوا ان هم يصحوا، هم مثلا كمثال بيوقفوا المنبه وبعد كده يقولوا خلاص انا هصحى، وبعد كده مش بيصحوا. ليه؟ لان ده غلط. هو انت المفروض اول حاجه تعملها ان انت تولع كل الاضاءه اول حاجه، بعد كده سيب الموضوع عادي، او ان انت تسيب الشباك بتاعك عامه مفتوح او البلكونه بتاعتك مفتوحه، الاضاءه عامه لحد الصبح. لما بيجي الصبح خلاص هي الاضاءه بتغلس عليك فبتقوم، لان برضه هو السيركيديان ريزم حتى لو انت قافل عينك برضه هتعرف ان في اضاءه بره، وهتعرف ان في نور بره. ودي ليه اصلا دايما كانوا بيقولوا لنا قبل ما تنام عامه لازم تطفي كل الاضاءات، ولازم تخلي الاوضه كلها ضلمه عشان تعرف تنام كويس. دي النقطه، عشان السيركيديان ريزم اصلا او عينك تمام هي بتبقى عارفه النقطه دي، بتبقى عارفه ان انا في اضاءه بره. فده الموضوع. بس تعالوا نشرب ميه دي افضل. اوكي، طبعا خليني اوريكم الاوضه شكلها ايه. كده طبعا دي البلكونه طبعا اللي انا كنت فيها، هنا طبعا السرير، هنا محمد هشام طبعا نايم. تمام. طبعا هنا الاوضه بس بشكل عام كلها. طبعا هنا طبعا المكان اللي كنت بشتغل فيه اصلا، ف دي النقطه. وهنا الدولاب، هنا طبعا اكيد الكنبه، هنا طبعا التلفزيون. دي كتب بقراها الفتره دي. انا مش ده طبعا انا بقرا كتاب اسمه Unlimited Power، هو ده الكتاب اللي انا بقراه. وبعد كده هقرا العاقل، وبعد كده الامير، وبعد كده امسك بزمام الامور او ايقظ قوى الخفيه، هو ده هقراه. بس انا اقول لكم دلوقتي انا بقرا ايه. تقريبا ثانيه واحده. اوكي، انا بقرا اللي هو حاليا الفتره الحالي قدرات غير محدوده، وده ليه من افضل الكتب بالنسبه لي عشان هو بصيغه جديده. بيتكلم ازاي ان انت تحقق حاجه عامه في حياتك، ولكن في نقطه بالان ال بي.
ايه هي ال NLP دي؟ ده هو السلوك الادراك المعرفي، ان انت تبقى مش انت مثلا كمثال واحد مش بتحب الحاجات الموتيفيشنال والحاجات التحفيزيه، صح؟ هنا بقى هيقول لك يعني في بقى نظام علمي، النظام العلمي ده عامه هو ال NLP اللي هو نظام السلوك المعرفي، هو اللي بيخليك اصلا بشكل علمي اهو. الناس اللي مثلا مش بتحب اي حاجه موتيفيشنال، انا من الناس اصلا مش بتحب الحاجات الموتيفيشنال، فبالتالي عامه الكتاب ده ليه جامد عشان هو بيتكلم بفريم وركس عمليه. فبالتالي عامه لما تيجي تحقق حاجه في حياتك او انجازات، وطبعا 100% الانجازات دي محتاجه حاجات عامه تكون موتيفيشنال، ولكن هنا بقى مش بيقولها لك بطريقه موتيفيشنال، هنا بيقول لك يعني بيقول لك ازاي تحقق عن طريق الطريقه العلميه دي، ودي احسن حاجه انا بالنسبه لي من ناحيه الكتب. دي نقطه مهمه، وطبعا انا بكلمكم عليه اكتر واكتر. بس هنا طبعا كل حاجه، وهنا طبعا المطبخ، وفي احسن حاجه طبعا هنا في تكييفين، تكييف اول وتكييف تاني، وبعد كده الحمام. هنا طبعا حمام، الدش بتاعه حلو جدا جدا. بس فده كل حاجه يعني لحد دلوقتي. وخلينا نروح لايه، لاهم جزء، عامه اللابتوب. في نقطه مهمه، معظم الناس فاكره ان انا لما بصحى من النوم اول حاجه بعملها ان انا بكتب، صح؟ لا، غلط. عامه انا عندي سيستم خاص بيا. انت بتيجي ثانيه واحده، في حاجات هنا غلط. اوكي تمام. انت بتيجي عامه تدخل السيستم اهو كده اهو. انا بعمل ايه؟ بعمل كده اهو، وبعد كده بروح على الفي، عامل في جولز. في جولز عامل حاجه خاصه بيا انا كمحمد اسامه، عشان اقدر اتبع كل الاهداف بتاعتي بالكامل من ال زد. في نفس الوقت برضو ابقى ان انا عندي السيستم الخاص بيا، بس يبقى مفيش حد عنده السيستم ده غير انا. وكمان كل حاجه في مكان واحد، التاسكات بتاعتي، الديب ووركس بتاعتي، الاهداف بتاعتي كلها في مكان واحد، فبقدر ان انا انتج بشكل افضل. طبعا بص انا عامل السيستم ازاي، انا عامل السيستم بعمل كده اهو، اروح احط البصمه بتاعتي وهيدخل على طول على السيستم. تمام، دي نقطه مهمه. حلو قوي. تمام، هنا مثلا كل حاجه لها علاقه بالسيستم. هنا مثلا الحاجات اللي لها علاقه بالبيرسونال لايف، ان انا عايز مثلا اجري ماراثون كذا، عايز مثلا اعمل مثلا حاجه لها علاقه بالجولف هانديكاب. طبعا في الوقت الحالي انا بحاول ان انا اتعلم جولف، ولكن طبعا في كده ايه شويه اصحاب انا مش هتكلم عليهم في الفيديو، عامه هم اللي مبطئين الموضوع. المهم يعني انت هنا عندك كل حاجه. بصوا انتوا شايفين الجولز، الكونتنت، الديلي هابتس، الديب فوكس. فانا هنا عامه على طول اقدر اعمل اروح في الديب فوكس على طول، اظبط الوقت اللي انا عايزه، واقدر ان انا احط التاسكات اللي انا عايزها قدامي وابدا اشتغل عليها. دي نقطه مهمه جدا جدا. نفس الموضوع الجورنالينج، لو انا عايز اكتب النهارده ايه اللي انا حاسس بيه، بص هتلاقيني انا بص كاتب الحاجات كلها تحت. مثلا لو انا عايز مثلا اكتب النهارده ايه اللي انا حاسس بيه، طبعا ده عامه بيخلي ان كل حاجه مترتبه في مكان واحد. فهتلاقي طبعا كل حاجه انا بكتبها، كل حاجه مظبوطه في مكانها. وبرده 100% بستخدم النوت بوك، دي حاجه اساسيه، دي حاجه اكيده 100%. بتخلي برده الموضوع طبعا صعب، طبعا ان انت ما تقدرش ان انت تستغنى حرفيا عن الكتابه. فده كل حاجه. طبعا دلوقتي هبدا ان انا احط طبعا التاسكات اللي هشتغل عليها النهارده، وفي نفس الوقت برده ايه اللي انا هعمله النهارده، وبعد كده ابدا على طول. ولكن اللي احنا هنعمله دلوقتي ان انا هاخد شاور، وطبعا انا صليت اصلا الفجر عامه قبل ما انام. فاللي هنعمله على طول اول ما نخلص ان احنا هروح على طول ننزل تحت نشتغل في الكافيه اللي تحت على طول بس. فيلا بينا. I gave you all the love I got. I gave you more than I could give. Gave you love. واحد كده خلصنا طار، خدنا شاور ولبسنا شايفين ولا لا كده اللبس. فيلا بينا عامة ننزل نشتغل. يا مو يا مو يا مو محمد اصلا نايم متاخر امبارح، تمام. فطبعا اكيد طبعا ايه مش قادر اصلا يبص في وشي. محمد بص اصحى يا ابني. محمد نايم حرفيا ساعتين بس. مو يا مو يا مو اصحى ياض. طب قول كلمة طيب. ايه؟ قول حكمة اليوم طيب. قول حكمة اليوم. بقول لك قول حكمة اليوم. يلا يا عم انت هتفكر انجز. طب مش عارف انت اصلا سامعني صوته ولا لا، بس المهم خلينا احنا ايه نسبقه وننزل بقى ايه بقى نشوف علينا ايه بقى. يلا بينا. يلا
اوكي طبعا دلوقتي احنا عامه في الكافيه ونشرب اسبريسو. وخليني اقول لكم ازاي تشربوا الاسبريسو ده صح. اول حاجه مهم جدا جدا انك انتوا اولا لازم تشموا الاسبريسو عشان تتاكدوا اصلا من جوده الاسبريسو او ايه اللي هتدوقوه بالظبط، ان في بعض الناس بتبقى سبيشاليتي او سبيشال عامه في الاسبريسو بالذات، زي مثلا سبيشاليتي بن اللي دايما بحكي لكم عنه ان هو من افضل الاسبريسو عامه اللي شفتها في حياتي، مش هشوف زيها ابدا حتى في الخليج على فكره. بالنسبه لي من افضل الاسبريسو عامه اللي شفتها في حياتي. نفس الموضوع هنا، تعمل كده الاول تمام، وبعد كده طبعا وانت بتشم لازم تقلب بشكل عام عشان تشم الريحه اكتر كده اهو. وبعد كده ايه طبعا بتقلب الوشوش مع بعض، ودي نقطه مهمه جدا جدا. وبعد كده تعمل الحركه الايطاليه كده اهو، تقريبا ايطاليه صح، تعمل كده اهو. بس طبعا مهم جدا الحركه دي عشان وانت بتتذوق عامه او انت بتدوق يبقى الطعم ظاهر معاك، فدي النقطه او ده الفرق عامه بشكل عام. بس هشرب اسبريسو بعد كده ممكن نقرا شويه، وبعد كده نشتغل على بتاع ده عميل عندنا عامه على البلان بتاعته بالكامل، هنجمع له ستايلز خاصه بيه، وفي الوقت برضه هنملى الفورم الخاص بالاستراتيجي عشان تبقى كل حاجه مظبوطه في مكانها، التيم ستراكشر من ناحيه كل حاجه. خصوصا حصل مشكله امبارح عامه في التيم عندي. المشكله دي كانت عباره عن ان في حد من الشباب قرر ان هو يوقف شغل، ده من التيم نفسه، ولكن ده بسبب عامه اصلا العميل، لان العميل اتاخر علينا شهر ونص. هو دفع لنا فلوس، عمل كل حاجه، بس للاسف ما قدرش نبدا معاه لانه كان المفروض يصور حاجات ولكن ما صورهاش، فده ادى في الاخر ان احنا نتاخر. فالشباب عامه بشكل عام زهقوا فمشوا، لان احنا طبعا اي حد بنعين ليه تيم واحد بس مخصص ليه، يعني مش بيشتغل مع اي حد تاني غير العميل ده. فبالتالي طبعا بالنسبه للشباب الموضوع ده وحش جدا جدا. فده كل حاجه، فهنقعد نظبط الحاجات دي كلها ونشوف اللي هيحصل بالظبط. دي النقطه يعني. اوكي طبعا انا خلصت عامه القرايه تمام. في صفه من الصفات عامه اللي كان بيتكلم عليها بشكل عام توني روبنز، وهي ليها علاقه بحته اتقان واجاده فن الاقتصاد، ودي اصلا جوهر الكتاب بشكل اساسي. ان هو بيقول ان دايما الناس ناجحه عامه عندهم تعالى نبدا يعني صفات مشتركه عامه ما بينهم دايما، زي مثلا الشغف، الايمان والاعتقاد، والطاقه والاستراتيجيه، و ايه تاني، وبرضو القدره على الارتباط، هي ثانيه واحده بس، ووضوح القيم طبعا اللي هي الكالتشر او الثقافه. دايما كنت بتكلم عن حته ان انت لو عندك مبادئ او كالتشر او ثقافه بشكل عام بتمشيها في حياتك، وفي نفس الوقت عندك قيم معينه انت عارف ايه الصح من الغلط، دي نقطه مهمه جدا جدا. ولكن فوقكم ده كله، في النقطه رقم 7 الصفحه 7 الاخيره، واللي هي اصلا زي ما قلنا جوهر الكتاب، كان بيتكلم عن اتقان واجاده فن الاتصال، واللي هي ببساطه شديده ازاي تقدر انك انت بيفرق لك ما بين الشخص اللي لو واجهته مشكله في الحياه تمام، الشخص بجد الناجح هتلاقي ان هو عداها بشكل كويس جدا جدا، ومش بس عداها، هو بينقل تجربته بشكل كامل عامه لناس تانية، فبيجيد حاجه اسمها فن الاتصال. يا جدعان الكتاب ده قديم تمام، مش جديد قوي يعني، فحته ان هو يتكلم عن حاجه زي كده مهمه جدا جدا. يعني كمثال انا كمحمد مثلا، انا اكيد عارفين حوار ان انا اتجمدت لي كل فلوسي. تخيل تصحى يوم الصبح تلاقي ان انت فلوسك كلها، وانا هنا بتكلم فلوس كتيره جدا جدا تمام، بجد فلوس كتيره جدا، ممكن نقول فوق ال5 أو 6 مليون كمان ماشي، وانت عامه عندك 19 سنه تقريبا ما بقوش موجودين، حسابك كله اتجمد من عن طريق البنك. هتعمل ايه في الوقت ده؟ يعني ثانيه واحده عشان الاضاءه مش مظبوطه. هتعمل ايه في الوقت ده؟
انت لو لقيت صحيت الصبح لقيت نفسك ان انت مره واحده حسابك كله اتجمد، دلوقتي معاك زيرو فلوس وعليك التزامات المفروض تعملها، التيم المفروض تدفع له طبعا المرتبات بتاعته، عليك التزامات عامه من ناحيه البيت بتاعك، الحاجات دي كلها ايه اللي هتعمله وانت عندك 19 سنه؟ انا كمحمد ممكن انا في الفتره دي مثلا اقول لنفسي خلاص انا مش هقدر ان انا اكمل، هتلاقيني على طول رحت رجعت عامه المنيا زي ما انا وكل حاجه تمام، ولكن انا قعدت اعاند، وطبعا ده كله من عند ربنا، ده كله توفيق من عند ربنا، ده كله والله بجد حرفيا هو ده كان ربنا بيعلمنا حاجه وانا اتعلمت الدرس. فانا لو ما كنتش عديت بالتجربه دي ما كنتش هطلع احكيها دلوقتي، مش هقدر ان انا اقول لك دلوقتي ان انا قادر ان انا اقلل البطاله في مصر، ان انا هدفي الاساسي او غرض الاساسي ان انا عايز اقلل البطاله في مصر، تمام؟ فازاي لو انا مش قادر اعدي في موقف تقيل زي كده لازم انا اكون قوي عشان اقدر انقل تجربتي بشكل عام ليك، فتبقى انت شايفني ان انا بجد لا محمد عدى من الموقف ده فانا اقدر اعدي منه. لان انت عمرك ما تصدق حاجه، عمرك ما تصدق حاجه، وده هو الفن الاتصال، اتقان وفن الاتصال، ان انا الحته دي مهمه جدا جدا. ازاي انت هتصدقني اصلا وانا اصلا ما عملتش حاجه دي قبل كده؟ ازاي مثلا هروح اقول لك تعالى يلا هعلمك ازاي تعمل فلوس عامه وتفتح البيزنس بتاعك او تفتح الايجنسي بتاعتك، وانا عمري اصلا ما فتحت ايجنسي، وعمري ما اتعاملت مع كلاينتس، وعمري اصلا ما قفلت اي ميتنج، وعمري اصلا ما قدمت اي خدمه. ازاي؟ فنقطه مهمه، انا كمحمد اسامه عندي ميزه مهمه جدا جدا، تعرفوا لما الفلوس اتجمدت دي، عارف المشكله دي قعدت قد ايه؟ قعدت اكتر من 4 شهور او 5 شهور، ولا مخلوق كان يعرف عن المشكله، وكنت بعيش حياتي عادي، بصرف فلوس عادي، ومفيش حد من اصحابي ابدا ابدا عارف ان انا عندي مشكله اصلا. قلتها لهم امتى؟ قلتها لهم بعد ما خلصت الموضوع، تمام؟ اصحابي طبعا اول ما قلت لهم الموضوع، تمام، اول طبعا من الموضوع الحمد لله فلوس كلها رجعت على فكره، الموضوع انتهى وكل حاجه زي الفل. اصحابي قالوا لي انت ما قلتلناش ليه؟ ما قلتلناش عشان انا مش عايز شفقه، مش عايز شفقه عامه. انا كمحمد اسامه مش بحب ان انا اتكلم عن حاجه الا لما اكون انجزتها 100%، الا لما اكون انا حاسس ان انا عايز اقولها دلوقتي. انا بحب ان الحاجه تخلص بالكامل، مش عايزك تشوفني في حالتي الحاليه، مش عايزك تشفق عليا، انا مش بحب الشفقه. فبالتالي مفيش حد عرف غير بعد 5 شهور، ودلوقتي وانا قاعد بعد تقريبا مرور عامه اكتر من 4 شهور او 5 شهور من المشكله، لا 10 شهور كده من المشكله، دلوقتي انا قاعد اقول لكم اهو ان انا لو ما عنديش القوه والقدره ان انا احل المشكله دي كنت دلوقتي في المنيا، دلوقتي متكسر متدمر حرفيا حياتي كلها، لان انا اصلا فشلت في ان انا احل المشكله دي، تمام؟ فبالتالي عامه انا بالنسبه لي ان انا عديت المشكله دي ده بالنسبه لي قوه، وانا بقول لك اهو انت كمان تقدر تعملها بشكل عام. انا هنا مش بحفزك، هنا مفيش كلام تحفيز، هنا حقيقه. انا ما طلعتش دلوقتي اتكلمت معاك الا لما ايه اتاكدت 100% ان انا قادر اعمل الحاجه دي، فانا بقول لك تقدر انت كمان تعملها. فانت عامه لما تيجي تسمع مني لا ده محمد اسامه عدى بمشكله اكبر بكتير 1 2 4، انا اقدر اعدي بالمشكله دي، ده الفرق. فده فن الاتصال اللي انا اصلا دلوقتي بعمله لك، بقوله لك ان انا دلوقتي اديت لك معلومه مهمه جدا جدا، ان انت مثلا لو حصلت لك اي مشكله، مثلا واحد نصب عليك، واحد سرقك، تقول محمد اسامه قعد 4 أو 5 شهور من غير اي فلوس من الفلوس بتاعته، والحياه بتاعته تمام كملت عادي، ربنا كان بيعلمه درس والحمد لله. ودي النقطه الاساسيه، دايما حط الموضوع ده في بالك، تمام؟ بس ده كل حاجه. فتقريبا هقرا شويه تاني، وبعد كده عامه ممكن اكمل يعني، وبعد كده ممكن نبدا نشتغل على البلان بتاعت العمل يعني. فيلا بينا. اوكي، طبعا دلوقتي احنا داخلين عامه اجتماع مع عميل مفاجئ مره واحده، وافق على الميعاد بتاع النهارده. دلوقتي داخلين طبعا اجتماع على الساعه 4 توقيت السعوديه. محمد هشام طبعا عشان الاضاءه طبعا مش مظبوطه بس فندخل اجتماع ان شاء الله نقفله باذن الله ونشوف اللي هيحصل. هم طبعا اتفرجوا شافوا الويب سايت الخاص بينا، شافوا عامه اللوم الخاص بينا، كل حاجه تمام، فهم عامه عارفين نتائجنا، عارفين كل حاجه. الكل دي عامه هتبقى اكتر ليها علاقه بحته عامه ان احنا نبدا نعرف عنهم اكتر، وهل هنقدر ان احنا نحقق لهم النجاحات اللي احنا عايزينها ولا لا. فدي النقطه. اوكي طبعا لسه خلصين الاجتماع، ولكن الميتنج ده كان وحش جدا جدا صراحه، اديت فيه بشكل مش افضل حاجه، ولكن العميل طالع عامه اصلا قايل سعر مش افضل حاجه بالنسبه لنا، سعر قليل جدا جدا. تخيل ان احنا مثلا بنتشارج عامه فوق مثلا $2000 عامه، او فوق مثلا 1500 لو قلنا قوي $1750، وطبعا ده على اكونتات قليله على فكره، اوعوا تفتكروا اكونتات كتيره جدا جدا، لا اكونتات قليله جدا جدا، تمام؟ يعني ممكن من 3 ل 6 حسابات عادي جدا فرعيين، و بيقول لنا هدفع لكم بس $100.
فمش عارف ليه انا الميتنج ما كانش افضل حاجه صراحه عشان ما اكدبش، بس مفيش مشكله. هنشوف بقى اللي هيحصل بعد كده. هنرد عليه، لو هنرد عليه بكاونتر اوفر او مثلا نرفض على طول وخلص الكلام. ولكن هو للاسف عميل كبير، ولكن معظم العملاء الكبيره تلاقيهم زي ما قلت لكم قبل كده مش بيدفعوا، ودي حاجه قلتها قبل كده كتير جدا. بس النقطه، وخلينا بقى نبدا نروح نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. How does it feel to be on your own? No one to understand. I know I'm here and I don't belong. I'm on my knees today. تقريبا طبعا ان احنا هنقضي ليله كمان عامه في اسكندريه، ولكن للاسف ان انا مش لاقي اي حرفيا غرف او اي فنادق عامه يعتبر قريب من البحر. كل حاجه محجوزه، ودي حاجه انا مستغربها جدا جدا. بس حتى انا عايز اشتغل شويه عامه في اسكندريه. الموضوع افضل بكتير على فكره من القاهره، في تغيير جو. اسكندريه افضل بكتير على فكره، بس الوقت معين تمام. فتقريبا احنا هنكمل هنا. انا هوريكم المكان الجديد، ده هيكون مكان جديد. هوريكم طبعا الغرفه دلوقتي. عامه المكان كله عامه يعتبر كأنه كده بالظبط حرفيا وسط البلد، اللي هو واخد الديزاين بتاع وسط البلد اصلا بالكامل، بس روعه. انا طبعا تدخل كده الريسبشن، ده بجد المكان الوحيد اللي لقيته ولمده يعتبر ليله واحده، متخيلين؟ كل حاجه محجوزه، ودي حاجه غريبه بالنسبه لي. بس اوكي، الحاجه الغريبه او التجربه الغريبه اللي هجربها دلوقتي ان انا اول مره يعتبر هي كده الداخله هنا الحمام. والحاجه غريبه ان السرير فوق. والله بجد يعني انا اول مره اصلا اجرب الموضوع ده. طبعا يعني مش هيبقى مختلف اكيد هنا، بس الاختلاف في حته ايه، ان السرير بس فوق يعني. طبعا تعيين ممكن طبعا اكيد في فيشه، في حاطين طبعا فيشه اكيد، ده اهم حاجه. هنا السرير عامه فوق، وطبعا اوريكم طبعا هنطلع في البلكونه نشوف، اوريكم كل حاجه الفيو عامل ازاي. وهنا ممكن نشتغل، وطبعا اكيد الحمام تحت، ولكن طبعا مفيش مطبخ. خلي بالنا عشان ايه ممكن، بس زي الفل. اوكي، بس زي ما قلت لكم هنا المنطقه اللي اشتغل فيها. ويلا بينا على الفيو بقى. اوكي هوب، اوه بص البحر يا جدعان. بص البحر، بص البيت، الديزاين بتاع البيت ده روعه حرفيا. بص البحر يا جدعان، تخيلوا ان انتوا تشتغلوا هنا عامه قدام البحر كده، او تصحوا كل يوم الصبح عامه على الفيو ده. كل حاجه روعه يعني. اوكي طبعا خلاص انا خدت شاور وصليت وكلت الحمد لله. فاضل بس ان انام حرفيا. انا مصدع جدا جدا صراحه. هنا بص حرفيا الجو روعه، مش هقدر اسيب الجو ده واروح انام صراحه. عايز اقعد شويه، ولكن المهم لو عايز اديلكم بجد نصيحه واحده بالنسبه لي اتعلمتها خلال السنين عامه. انا حاليا عندي 20 سنه، بدات وانا عندي 16، خلال ال4 سنين دول هي حاجه واحده: دايما خليك مختلف. دايما خد الطريق المختلف اللي مش كل الناس رايحاه. اي حد مثلا او اي طريقه عامه انت بتاخده بشكل عام بيكون سهل وبالنسبه للناس كلها بتقدر تعمله. صدقني عمرك ما هتعرف تعمل حاجه جديده، عمرك ما هتعرف ان انت تنجح او تحقق نجاح عامه بشكل عام، لان الطريق السهل هتلاقي دايما مليان، كل الناس عامه بتروح له بشكل عام. ولكن انت لو قدرت بشكل عام ان انت بتاع ده بجد تبقى عارف اهميه عامه ان انت ما تخافش. انت اصلا لسه في عشريناتك حرفيا، في سن صغير جدا. ده افضل وقت اصلا. اوكي ده واحده، ده افضل وقت اصلا انك انت تضحي فيه اصلا. ودي يجيب لنا النقطه الثانيه، ان انت اول حاجه ما تخافش ابدا ان انت تاخد حاجه مختلفه او طريق مختلف. انا كنت ممكن اقول لنفسي ان انا لا، انا ايه اللي يخليني عامه ما اهتمش بالتعليم شويه، ولكن طبعا انا مش بنصح حد انه يعمل كده طبعا ابدا. انا كنت حققت حاجه في الوقت ده، فانا خلاص انا حاليا عامه طلعت من الجامعه بشكل كامل،
ماشي. فبالتالي عامه انا كمحمد انا ولكن بص في نقطه مهمه، انا هكمل الجامعه بتاعتي والشهاده بتاعتي ولكن باولويات. انا اولوياتي دلوقتي البيزنس وبعد كده هكمل الجامعه بتاعتي. فالنقطه بتاعتي ببساطه شديده، اوعى تخاف ابدا مهما حصل مهما كان ان انت تاخد حاجه مختلفه، لان الطريق المختلف والصعب دايما دور عليه، هو اللي هينجحك. هو دايما الطريق الصعب عامه اللي هينجحك بشكل عام وهيخليك عامه افضل من اي حد تاني. دي نقطه مهمه. والنقطه الثانيه انك انت دايما حط في بالك التضحيه. مفيش حاجه هتحصل غير لما تقعد تضحي بكميه وقت كبيره جدا وكميه مجهود كبيره جدا، زي ما انا عملت في اول سنه عندي وانا عندي 15 16 17. حرفيا كنت بعمل كل يوم، بصحى كل يوم بدري على الساعه 5، بصلي، بتدرب شويه، بعمل شويه تدريبات عامه رياضيه في اليوم يعني في البيت عامه، وبعد كده باخد كولد شاور، وبعد كده عامه وده كله عامه فين؟ في ملاوي. في ملاوي يا جدعان، يعني ملاوي عامه مش عارف اقول لكم ازاي. انا كنت عايش اصلا في منطقه عامة عادية جدا جدا زي أي حد عندكم، عامة أي حد عايش حاليا فيها بشكل عام، وعادي كنت بواظب كل يوم إن أصحى. اللي ما كانش عندي بيزنس في الوقت ده، اللي كنت بعمله حرفيا إن أنا كنت بصحى من النوم اتدرب شويه وبعدها اخد شاور وبعد كده ابدا ان انا عامه اقرا كميه كتب كتيره جدا. كنت يومي كله كان عباره عن قرايه كتب لحد ما بدات اول بيزنس ليا. البيزنس بقى بدا ان هو يخليني ان انا اشتغل عليه اكتر واكتر، والقرايه عامه كان ليها جزء من اليوم ولكن مش نفس ما كان في الاول. فانا ضحيت لمده 3 سنين، ما كنتش حرفيا بخرج مع اصحابي ابدا بشكل كبير. كنت يعتبر ممكن بروح حجز كوره كل يوم خميس وشكرا، ده بالظبط اللي كنت بعمله. ولكن كنت انا الوحيد ما بين اصحابي اللي انا عندي عاده ان انا اقرا كل يوم وان انا ملتزم قوي قوي، وفي نفس الوقت برضو عندي البيزنس، لدرجه ان اصلا اصحابي بسبب ان انا بقرا كتب كتير كلهم قروا كتب، كلهم كانوا بياخدوا الكتب بتاعتي وكانوا بيقروها. فاوعى تخاف ان انت تاخد حاجه مختلفه، بالعكس روح للحاجه الصعبه والمختلفه هي اللي هتنجحك. والنقطه الثانيه ونقطه مهمه جدا، ضحي. انت في عشرينات من عمرك، انت مش فارقه معاك اللي يحصل، ضحي. تمام؟ ودي نقطه مهمه جدا. بس ده ايه، ثابته بقى بلو شويه، نروح ننام، ممكن نريح ساعه ونص ساعتين، وبعد كده ممكن نصحى نعمل بقى ايه ديب وورك ونشتغل تاني. يلا بينا. اشارك معاكم حاجه مهمه جدا جدا، انا لسه منزلها على الاستوريات بتاعت الانستجرام بتاعتي، ان احنا حققنا الحمد لله للكلاينت 40 مليون مشاهده. الحمد لله، ده كله من عند ربنا، كل ده توفيق من عند ربنا. حققناها بالظبط في شهرين ب 1600 كليب تقريبا. ثانيه واحده عملناها ب 1300 كمان، مش 1600. تمام؟ اوكي. فتخيلوا ان احنا بس ما شاء الله الحمد لله 40 مليون تمام في شهرين بالظبط ب 1300 كليب بس ما شاء الله. دي حاجه روعه، وده ب6 اكونتات بس، مش ب 20 اكونت، لا ب6 اكونتس بس. وفي نفس الوقت برضو عايز اقول لكم البوشنج بتاعنا مش كبير جدا جدا، لا طبيعي جدا جدا واقل من الطبيعي اصلا. ودي حاجه بجد كويسه جدا جدا وبتفرحنا قوي، تخليك كده حاسس ان انت عايز تكمل اكتر واكتر قدام. برضو انا النهارده نزلت اصلا اشتغل شويه، عملت ديب وورك. عامه حاليا احنا وصلنا لكام ديب، يعني من ناحيه الديب وورك احنا وصلنا قد ايه؟ ثانيه واحده، احنا وصلنا ثانيه واحده، وصلنا ل 1000 تمام 247 دقيقة. انا والله ما بقتش عارف اصلا احسب بعدها، بس كل حاجة عامة مشيت كويس الحمد لله. برضو وانا جاي رحت اشتريت الكتاب ده، استراتيجية طبعا المحيط الازرق. طبعا اكيد كلكم عارفين الكتاب ده. محمد ايه ده انت ما قريتش الكتاب ده؟ انا عندي مشكلة، انا لما باجي عامة بقرا كتب مش بحب اقرا الكتب اللي الناس كلها رايحة عليها، بستنى لما الدنيا كده خالص، كتاب مفيش حد بيتكلم عليه كتير، وبعد كده ابدا ان اقرا الكتاب ده. دي عندي عاده كده غريبه بالنسبه لي. انا بحس كمحمد ان انا مش حابب اقرا كتب، بحب دايما اقرا كتب تبقى غريبه عن المتوقع، مفيش حد كتاب بيقراها، مفيش حد عارف المميزات بتاعت كتاب معين، مفيش حد بيقراها قبل كده، فاروح انا الاقي انا المميزات دي واخدها قبل اي حد. ده بالنسبه لي هوس او جوع عامه بشكل عام، ان انا الاقي معلومات مفيش حد يلاقيها. ده كل حاجه. الحمد لله، مش هقدر اقول كده. ودايما افتكر ان انت مش بس تقول الحمد لله، دايما اشكر ربنا. يعني مهم جدا جدا ان انت تشكر بجد ربنا، مش بس تقول الحمد لله. الحمد لله ان انت راضي على الحاجه الحاليه، لكن شكرا دي زياده على الحمد لله، ان انت
وتشكر ربنا على الحاجات عامه الموجوده حاليا، وتقول ربنا شكرا شكرا شكرا، وتقول ربنا ده كله كتير عليا وشكرا، تشكر ربنا بجد من قلبك، ده بيفرق عامه، بيفرق جامد جدا جدا عامه. فالحمد لله، والحمد لله حمدا كثيرا، واتمنى ان على قد ما اقدر ان انا اكون عارف ان انا الهم الشباب عامه او الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي، اخليهم على الاقل يتحركوا، ان هم مثلا يتحركوا خطوه بس بسيطه، ان هم بس يلاقوا حد عامه من نفس المنطقه اللي هم منها، ونفس الشخصيه، ويعتبر يعتبر شاب صغير زيهم. عايز اخليكم تصدقوا، عايز اخليكم انك انتوا تقدروا تعملوها عادي، وتقدروا تتحركوا، صدقوني. بس محتاج تضحية، مش هتعرف تتخطاها، عمرك ما هتعرف تتخطاها. محتاج تضحية عشان تقدر تعمل كل اللي انت عايزه. ولما تعمل كل اللي انت عايزه تمام، هيبقى بالنسبة لك ترجع كده تقول انا عملتها تمام، وهتعمل اكتر واكتر. بالنسبة لك التضحية دي ولا هتفرق معاك مقابل ان انت بس تساعد عيلتك بفلوس معينة، او ان انت مثلا تدي من الفلوس بتاعتك عامة لناس عامة محتاجين الفلوس دي، او ناس عامة فقراء محتاجين الفلوس دي، وان انت عامة تعرف انك انت تعيش الحياة اللي انت عايز تعيشها في اسرع وقت ممكن. فانا هقلل بطولات مصر، وانا مش عارف هل ده الموضوع ده هيتحقق ولا لا، بس انا هعملها. انا متاكد 100% ان انا هقلل بطولة في مصر. افتكروا كلامي الفيديو ده يوم 23/7/26، ممكن بعد 5 سنين من دلوقتي اكون سبب كبير جدا في ان انا اغير حياة ناس كتيرة جدا. بس يلا بينا. وصلنا القاهرة، طبعا سفرية اسكندرية كانت كويسة جدا، لكن النهارده احنا قاعدين نشتغل، بس ما شاء الله احنا محققين اصلا نتائج كويسة جدا جدا. العميل عندنا نزلت الموضوع ده اصلا على ستوري، محققين لو انتوا مش عارفين شايفينه ولا لا 41 مليون تمام، واحنا كان التارجت بتاعنا اصلا 12 تعتبر 12 مليون. طبعا ثانية واحدة، افضل بلاتفورم عندنا هي التيك توك ب 21 مليون و800 الف. فاحنا حققنا نتائج بصراحه بسم الله ما شاء الله روعه. وطبعا معظم الناس عامه كانت في الستوريز عامه بتسالني انتوا اصلا ايه السيستم اللي انتوا بتستخدموه عشان تقدر تراكوا؟ لا، السيستم ده اصلا بتاعنا احنا، ده بتاع VUB بس، بتاع الشركه الخاصه بينا. فهو بيعمل تراكنج وسكريبنج عامه لكل الداتا بشكل اوتوماتيك عامه، ويبدا ان هو بشكل يومي يعرف ايه هو الديلي فيوز، وبعد كده بيحسب التوتال فيوز او جراند فيوز قد ايه تمام كامل يعني. المهم احنا حاليا طبعا بنشتغل، بنظبط كل حاجه وبنخلص شغل كله علينا، عشان النهارده طبعا علينا فرح لاعز اصحابي عصام، فبالتالي محتاج ان اظبط شغل كله، عشان ايه اليوم كله طبعا انا عارف مش هقدر اشتغل فيه ابدا. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه طبعا ان انا ما عنديش بدله تمام، او عندي بدله ماشي، بس المشكله في حته ان البدله ازاي هلبسها وعلى الكاب مش هيبقى شكلها حلو قوي، وانا صراحه مش بيخلق اصلا عليا في العاده اصلا البدل بشكل طبيعي، تخيل بقى يبقى في كاب بقى، فالموضوع عامه مش هو احسن حاجه. فاللي فكرت ان انا اروح اشتري حاجه اسمها سفاري جاكيت، يعني مش انت عارف، لو مش عارف انتوا عارفينه ولا لا، هو عباره عن حاجه سيمي فورمال شويه، وبيبقى طويل شويه، وفي نفس الوقت برده شكله شيك، وينفع برده على الكاب، وبيبقى فيه بيزك تيشرت عامه هنا او تيشرت عادي، وفي نفس الوقت تحت ممكن هاي ويست عامه او بنطلون عامه هاي ويست عامه وزي الفل. فطبعا هنروح طبعا نشتريه عامه مع بعضينا، نشتري السفاري جاكيت. مفيش غير يعتبر ستور واحد بس بيبيعه عامه تقريبا بالشكل اللي انا عايزه بالظبط. لو مش عارف لو انتوا عارفينه ولا لا، تشينكو هو الوحيد اللي بيبيعه. فهنشوف لو هو كويس عليا وحلو عليا يبقى زي الفل، لو مش حلو للاسف هضطر ان البس عامه يعتبر احاول قد ما اقدر البس حاجه كويسه عامه تبقى بالنسبه للفرح، بس هنشوف يعني. المهم احنا بنفضل نشتغل. طبعا انا امبارح طبعا ما جبتش الموضوع ده، بس انا امبارح قريت عامه شويه عامه من كتاب، خلصت الفصل تقريبا الثالث تقريبا او الثاني، وداخل عامه دلوقتي على الفصل الثالث. هنشوف بقى الحد كلها، هشتغل شويه بعدها هقرا اوريكم بالظبط يوم عامل ازاي بقى.
في القاهره عامه. وطبعا هاخدكم جوله طبعا لايه واحنا بنروح نشتري عامه الجاكيت السفاري جاكيت، وبقيه اليوم هيبقى عامل ازاي. فيلا بينا. There's no paying them back. For real. I wonder what it could have been if I had snakes in the mix. Actually, I never want to know, cause we made it like this. Shots gotta fly either way now, make it a miss. Overtime hours all good, we take it in shifts. What would you do if it wasn't this? That's a hard one. لسه مو طبعا عنده فرح مع توم وجيري يا اسطى. تحس ايه؟ تحس الجلابيه ده اكيد في منه مقاس اصلا. عارف ده توم وجيري؟ كمل ماشي كده بس. هو فعلا حاسس جاكيت عادي. ان جاكيت عادي، مش حاسس ان هو سيمي، فاهم؟ سيمي فورمال يعني ممكن يتعمل سيمي، يعني ممكن لو لبست تحتيه مثلا. مش حاسه محتاج. بص من الاخر كده ما ينفعش لليله دي. مش هينفع لليله دي. مش هينفع، محتاجين بتاع ده يكون. بس هو جامد. اوكي جامد، بس انا عندي كاجوال. طب انا هعمل ايه؟ مش حلو. في احسن شوف كده عايز ايه؟ شوف طرش بتاع ده بيزك ابيض. البيزك ده حلو ولا الابيض؟ الابيض احسن صح؟ هو ده جامد على فكره، بس خليه ابيض. ايه؟ انا هجرب البطاطا دلوقتي. No prices on that, there is no salary cap, there is no paying them back. For real. I wonder what it could have been if I had snakes in the mix. Actually, I never want to know, cause we made it like ايه this. رايكم؟ هو لو فيت الطرش مو وسام راح يدور على عروسه. ايه رايك يا باشا؟ يا نهار ابيض. بس كده تمام كده. الاوتفيت اهو اللي قعدنا ندور عليه في كل حته كده، كل حاجه تمام وبس. But no prices on that, there is no salary cap, there is no paying them back. For real. I wonder what it could have been if I had snakes in the mix. Actually, I never want to know, cause we made it like this. Shots gotta fly either way now, make it a miss. Overtime hours all good, we take it in shifts. What would you do if it wasn't this?